اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات وفراولات، كل سنه وانتم طيبين. موسم الزيتون بقى يلا بينا كده هنخلله مع بعض لشهر رمضان بكل سهوله، ولا تفتحيه ولا تنقعيه ولا حاجه خالص، بكل سهوله كده تعمليه وهيطلع معاكي حاجه كده زي الفل. لو اول مره بتشوفوا قناتي اتمنى تشتركوا عندي وتنوروني باشتراك كده ولايك قمر منكم. يلا بينا ندخل على الفيديو على طول نشوفوا هنعمل ايه. اول خطوه كده انا جبت نص كيلو ليمون وخدت الميه بتاعته كده زي ما انتم شايفين، عصرته وخليت القشر. واوعي تضربي الليمون في الخلاط هيمرر معاكي ومش هيديكي النتيجه المطلوبه. تمام كده. اول حاجه نص كيلو ليمون هتاخدي الميه بتاعته مش ترمي القشر. عندي هنا كده راس توم كده متوسطه وربطه كرفس. مش موجود عندك الكرفس عادي ما تستخدموش. ده كده نص كيلو من الجزر بشرته كده بالمبشره. عايزه اقول لكم المقادير دي ل4 كيلو من الزيتون. ده كده نص كيلو شطه حاميه على شطه بارده زي ما هي كده، مش هفتحها ولا حاجه خالص. وجبت هريسه الشطه بقى عشان انا ما عنديش شطه حمراء افرمها واحطها على الزيتون، فهستخدم هريسه الشطه الجاهزه. هجيب بقى كده معايا صينيه كبيره او طبق بلاستيك كبير وهنزل بالزيتون. طبعا انا غسلاه وما فتحتش الزيتون ولا عملت فيه اي حاجه. عايزه اقول لكم ده يقعد معاكم كده سنه سنه ونص. لو انتي مستعجله عليه بقى هقولك تعملي ايه. عندي هنا كده معلقتين كبار مثلا من حبة البركة وما تكتريهاش علشان ما تغمقش الزيتون معاكي، احنا عايزين الطعم بتاعها بس. وبرده كده معلقتين كبار من العصفر بيديله طعم حلو قوي زي الزيتون اللي بنشتريه من بره جاهز. كله على الزيتون كده بعد ما غسلته وصفيته من المية تماما. جبت برده كده الجزر اللي انا بشرته هنزل بيه على الزيتون. انا مستخدمة نص كيلو من الجزر. وادي ربطة الكرفس انا خدت الورق بتاعها بس كده قطعته زي ما انتم شايفين، وعليه راس الثوم المفرومة او 10 فصوص مثلا من الثوم. بيحفظ معاكي الزيتون مخلوش يتهري ابدا. بصوا الشطة دي مولعة نار ليها ريحة الشطة، فانا خدت معلقة واحدة على الزيتون لان انا هحط معاه شطة حراقة اللي هي الشطة الخضراء، فعشان يقدروا ياكلوه يعني، عشان عندنا ما بيحبوش الحاجات الحراقة قوي يعني. هقلب بقى المكونات دي كلها في بعض كده زي ما انتوا شايفين. يستحسن يعني لو عندك طبق بلاستيك غويط هيسهل معاكي العملية شوية، بس انا ما عنديش طبق غويط كده بلاستيك فاشتغلت كده على الصينية. تمام كده لحد هنا قلبيه. لما تقلبي بقى كل المكونات كله كده ايه مع بعضه. بس كده مية مية. عايزه اقولك بقى انتي لو عايزه تقعديه عندك يعني عايزه تاكليه بعد شهرين او حاجه هتفتحي الزيتون ده وهتنقعيه. ولكن انا زي ما قلت لكم انا عايزاه لشهر رمضان فلسه يعني 5 6 شهور مثلا. ممكن تجيبي خله كده وتخرمي الزيتون بيها 3 4 تخرام كده او بالسكينه وتفتحي فتحه كده في الزيتونه. ده لو انتي مستعجله عليه وعايزه تاكليه كمان شهرين. وبتنقعيه في الميه يومين وتغيري الميه عليه. خلاص كده جبت بقى البرطمانات بتاعتي مغسوله بقى ومتعقمه ونضيفه وزي الفل. احط كده بقى شويه شطه كده في الارضيه بتاعه البرطمان وهبدا اعبي الزيتون بتاعي كده في البرطمانات. طيب لكل كيلو زيتون هتضيفي قد ايه؟ كل كيلو زيتون هياخد معاكي 4 كوبايات ميه عاديه، ميه من الحنفيه عادي خالص. وهياخد معاكي زي 5 ليمونات كده، عصير 5 ليمونات ونص كوبايه من الخل، وعليهم كوبايه برضو كبيره من الملح. ده لكل كيلو من الزيتون. انا بحب احط الزيتون الاول في البرطمان كده عشان لما احط الميه ياخد كميه كتيره معايا من الزيتون. لو حطيتي الميه الاول في البرطمان هتيجي تحطي الزيتون هتلاقيه عام على الوش، مش هتعرفي تحطيه، مش هياخد معاكي كميه كبيره يعني. حطيت شطه كده وشويه من قشر الليمون اللي انا سبته. هعبيه بقى في برطمانات كده كذا برطمان مش برطمان واحد. على فكره بيكون افضل ان انت تحطيه في اكتر من برطمان علشان ميبقاش مثلا برطمان كبير قوي تفتحيه بقى لغايه ما تخلصيه بقى استخدامك ده يخليه يعمل ريم على الوش. ففي اكتر من برطمان كده بيكون افضل معاكي. عبي بقى برطماناتك كده بقلب جامد وما تخافيش. تمام كده. عبيت برطمانين اهو، كمان هعبي كمان برطمانين. ما شاء الله زي ما قلت لكم انا عامله 4 كيلو.
4 كيلو كمية حلوة قوي على فكرة، مش وحشة، تقعد معاكي فترة طويلة زي ما انت شايفة. زي ما انت شايفة يعني البرطمانات كتيرة. حط برضو الشطة كده في الأرضية، شطة باردة على شطة حامية، من غير ما أفتحها أو حاجة عشان ما تمرش منك. ما تخرميش الشطة لما تيجي تحطيها، ولا تشيلي ال- اللي هي البتاع اللي تحت في الشطة ديت كده، القمع بتاعها، علشان ده مادة الحافظة بتاعتها ما تمرش منك في التخليل. زي ما هي كده هتحطيها. تمام كده. حط برضو كام قرن شطة فوق كده على الوش. وهجيب بقى قشر الليمون بقى واحطه كده على كل البرطمانات. بس تمام كده، مية مية. هرص بقى البرطمانات كده، ونضفت مكان ما عملت كده الزيتون معايا، مكان اللي واقع بقى والحاجات دي. وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. عندي كده ادي عصير الليمون، هحط على كل برطمان كده زي ربع كوباية. تمام كده، تمام. تعالوا بقى نشوف كمان عندي هنا ده زيت زيتون، احط ربع كوباية كده لكل برطمان. طيب ما عندكيش زيت زيتون، حطي زيت عادي، من اللي هو زيت الاكل العادي بتاعنا اللي في كل مطبخ، مش هتفرق كتير يعني معاكي. تمام كده. وادي قشر الليمون بقى كده، هقفل بيه وش البرطمان معايا، بيحفظ معاكي بقى كده ايه الوش بتاع الزيتون ما يريمش او حاجه. بصوا بقى هنا انا جبت كده الميه بتاعتي بقى كده اللي هحطها. انا قلت لكم كل كيلو من الزيتون هتحطي 4 كوبايات من الميه، كوبايه من الملح الناعم عادي بتاع المطبخ ده، بتاع الاكل، مش ملح خشن او حاجه، وعليها نص كوبايه من الخل، وربع كوبايه من الليمون. احنا فضينا الليمون في البرطمانات عادي. وهقلب كده وهضيف المحلول بتاع التخليل ده. عايزه اقول لك بقى، انت لو عايزه تضيفي كركم ضيفي، ولكن انا ما ضفتش كركم. ما كانش عندي بصراحه ونسيته. فعادي يعني، برضو الزيتون هيبقى حلو مش وحش، هو الكركم ما بيفرقش كتير يعني معانا. هغطي بقى كده. تسلم يا يوسف. كان بيتغدى الاكل عجبه بيقول لي تسلم ايدك، ما اعرفش اني بمنتج. صوتي يا يوسف عشان بمنتج. هعبي بقى كده البرطمانات بتاعتي بالميه كده. لازم تتاكدي ان الميه تبقى بصي ماليه البرطمانات كده بتاعتك للاخر. تمام كده، خلاص مية مية. احلى برطمانات زيتون بقى نفتح عليها في رمضان، هنلاقيها حاجه كده تحفه. عايزه اقولك هيقعد معاكي سنه، سنه ونص. عايزه اقول لكم ما تخلطيش انواع الزيتون وتخليها مع بعض. ده الزيتون تفاحي اللي انا خللته، ده زيتون تفاحي. لو جبتي زيتون بلدي وخللتيه معاه، الزيتون البلدي هيتهري والزيتون التفاحي هيفضل زي ما هو. تمام كده. كل نوع من الزيتون يفضل انت تخليه برطمان مع نفسه. هغطيهم حلو قوي بقى كده. هي الغطيان محكومة، مش هحط اكياس او حاجة على وش الغطا. بس خلاص كده بحطهم في المطبخ عادي لغاية ما يعدي 4 شهور تبدأي تاكلي منه. هيبقى زي الفل كده. كل سنة وانتم طيبين، جربوها يعجبكم. مع السلامة.